مساء الخير يا أصحابي. فيديو النهاردة إزاي أقدر أتخطى المشاكل، التحديات، التجارب المؤلمة بهدوء وسلام. طيب يا ستي، بصي، أولا كل الناس، حرفيا كل الناس حياتهم فيها صعاب ومشاكل وتحديات. لو انت عندك مشكلة أو مريتي بتجربة مؤلمة، أنتي لستي وحدك. صدقيني، كل الناس حرفيا عندهم مشاكل وصعاب وتجارب مؤلمة. ثانيا، طبيعة الحياة يا ست الكل، طبيعة الحياة ups and downs، نجاحات وإخفاقات، نجاح وفشل، دي طبيعة الحياة. صعود وهبوط، أيام حلوة أيام مرة، دي طبيعة الحياة. وكل واحد فينا مصروف له حصة عادلة من الرياح العاتية والطرق الوعرة. ثالثا، كل محنة هي منحة، كل محنة هي منحة، كل تجربة مؤلمة، كل فشل هي هدية، هي عطية من ربنا ليكي. ده حقيقي اللي أنا بقوله، قوي 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 عن تجربة. كل تجربة قاسية ومؤلمة، كل صعب بيعدي عليكي انت بتتعلمي منه، بيزودك قوة وإرادة وعزيمة، وبتكتشفي نفسك أكتر وأكتر. رابعا، اعرفي ان الفشل جزء من الحياة، والفشل جزء من النجاح. كل تجربة بتعدي على الإنسان بتعلمه وتثقله وبتعلمه دروس. وخلي بالك انك لو مفهمتيش الحكمة وتعلمتي الدرس من التجربة هتفضل تتكرر وتتكرر وتتكرر لغاية ما انتي تتعلمي. فاستوعبي وادركي كل حكمة وكل درس في كل تجربة صعبة بتعدي عليكي. خامسا، مفيش مشكلة ملهاش حل، مفيش قفل ملهوش مفتاح. اوعي تفتكري انك في مشكلة ملهاش حل. اقعدي كده بهدوء، معاكي كوباية القهوة بتاعتك، معاكي اجندة او نوت بوك زي ده كده وقلم، واكتبي المشكلة. وانتي بتكتبي المشكلة انتي بتخرجي التفكير، لان احنا عندنا معظم الوقت تفكير، يعني تفكير زائد، تفكير مفرط. فانتي لما بتكتبي الافكار بتخرجي القلق والتوتر والتفكير الزايد اللي عندك. بعد ما تكتبي المشكلة بكل تفاصيلها هتلاقي لها مليون حل. سادسا، ما تطلبيش نصيحة في حياتك أو في المشكلة أو في التجربة المؤلمة اللي انتي مريتي بيها أو في التحدي اللي انتي بتواجهيه. ما تطلبيش نصيحة من حد ما عندوش أصلا اللي انتي عايزة توصلي له. يعني ايه؟ مثلا انت عايز تلعب كورة ونفسك تبقى زي محمد صلاح، ما تروحش تسأل واحد قاعد على القهوة والشيشة ببقه وبيشد حجر المعسل وكل همه في الحياة انه يملى كرش وينام ويشد معسل. ما تروحش تسأله وتقولي انصحني اعمل ايه، ازاي ابقى زي صلاح. طبيعي هيقولك اجري روح نام. صلاح ايه؟ عمرك ما هتبقى زي صلاح. انت تروح تسأل واحد مر بالتجربة ونجح. زي مين؟ زي صلاح. يعني انت لو عايز تبقى زي صلاح اسأل صلاح اوصل ازاي وابقى زيك. فما تضيعش وقتك وتسأل حد هو اصلا مش عايز اللي انت بتحلم بيه. يعني انت بتحلم بحاجة وعايز توصل لها، فما تروحش تسأل واحد ما عندوش نفس حلمك. سابعا، النجاح في الدنيا بالتكيف. اتكيف على ظروفك. في ظروف صعبة والفلوس شوية قليلة، تكيف. في مشكلة ما، تكيف. في مدير صعب، تكيف.
حاول تتكيف على الظروف اللي عندك. النجاح هو انك تتكيف مع الظروف. ثامنا، في حاجات هتخلي حياتك اجمل وهتبقى اسعد وهتعدي عليك كل المحن او كل المشاكل او كل التحديات بسهولة. امشي كل يوم ان شاء الله 30 دقيقة في الهواء الطلق والشمس. حاول على قد ما تقدر تاكل اكل صحي وتقلل سكر وتقلل زيوت مهدرجة. حاول ان شاء الله 2 أو 3 في الاسبوع تروح الجيم. حاول تشرب مية كتير. اعمل حاجة اسمها تمارين التنفس، دي مفيدة جدا. صلي، اعمل يوجا، مارس التأمل. انتظم في النوم ليلا. انتظم في النوم ليلا. عيش الحاضر، ما تفكرش في الماضي. الماضي خلص، ما تقدرش تتحكم فيه ولا تغيره. عيش اليوم الحاضر. انجح كل يوم انك تعدي اليوم بنجاح. فاكرين محمد هنيدي في الفيلم لما كان بيقول للناس، مش فاكرة اسم الفيلم ده ايه، زق معايا اليوم. ايوه، كل يوم انت حاول تزق اليوم انه يخلص بنجاح. في حاجات ارجوك ما تعملهاش. الخوف والقلق والتوتر مش هيساعدوك. خليك ريلاكس وهادي. العصبية والتفكير المفرط. التفكير المفرط هتحله بالكتابة. اكتب كل اللي انت بتفكر فيه. الفوضى. البيت اللي فيه فوضى هيبقى صاحبه نفسه متضايق وحزين وقلقان وعصبي. نظف بيتك وخليه جميل وهادي ومفهوش فوضى. الكسل والقعدة طول اليوم. الكسل والقعدة طول اليوم دي غلط على صحتك، غلط على عقلك، غلط على نفسيتك. السوشيال ميديا، ما تنسحلش طول اليوم ماسك الموبايل وقاعد على السوشيال ميديا، قاعد على تيك توك، على سناب شات، على يوتيوب. اعمل لنفسك كل يوم ساعة ماكسيمم بس سوشيال ميديا. ما تقعدش تقارن نفسك بالناس، ده وصل وانا ما وصلتش، ده نجح وانا ما نجحتش، ده عمل وجاب واشترى عربية وانا ما اشتريتش. ما تقارنش نفسك بالناس. انت ما تعرفش هم عملوا ايه عشان يوصلوا. انت ما تعرفش هم اشتغلوا وضحوا وطفحوا الكوتة عشان يوصلوا. انت ما تعرفش رحلتهم في الحياة كانت عاملة ايه. ما تعرفش الصعاب اللي قابلوها. ما تعرفش التضحيات اللي عملوها عشان يوصلوا. فما تقارنش نفسك بحد. الندم على اخطاء الماضي. اوعى تندم على اي خطأ انت عملته. الندم بياكل الناس، بياكلها، بيستنزفها. الخطأ اللي حصل هو حصل، خلاص نتعلم منه ونفكر في الحاضر ان احنا نخلص اليوم بنجاح. وما تقلقش من المستقبل. المستقبل ده بإيد ربنا، ما تقلقش منه. انت مش عارف هيحصل ايه في المستقبل. مفيش داعي ابدا انك تقلق من المستقبل. فكر بس انك اليوم تعديه بنجاح. الحاضر، عيش في الحاضر، عيش في المضارع. المضارع بالانجليزي، باللغة الانجليزية اسمه present. عارفين ليه اسمه present؟ لانه هدية. الحاضر هدية، لان الماضي خلص والمستقبل ما جاش. انت معاك هدية، هو الحاضر. انا خلصت يا اصحابي. اكتبوا لي اسئلتكم وتعليقاتكم. انا هختار الاسئلة، وعلى الاسئلة انا هعمل الفيديوهات. اعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات. بحبكم يا اصحابي.